السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لجميع المشاهدين المتابعين للقناة ديالي وللمشتركين الجدد. أقول لكم مرحبا بكم في قناتي. هذا يسعدني ويشرفني ويجعلني أبذل مزيدا من الجهد لإعطاء الأفضل. حلقة اليوم غادي نتكلم على ما يجري في الصحافة العربية وكذلك الإعلام العربي المغربي الجزائري والعربي. نبداو بالمغربي. الإعلام المغربي كان إعلاما نزيها، كان إعلاما محايدا إلى حد ما، يدافع عن القضية ديال الصحراء. ليس كالإعلام الجزائري. الإعلام الجزائري اللي كان عنده واحد الانحياز كبير في القنوات التلفزية ديال الجنرالات، وكذلك الصحافة المكتوبة والصحافة المسموعة. للأسف نحن نعرف أولئك أشباه الإعلاميين اللي كاينين في الجزائر، سب، شتم، سهام في اتجاه المغرب، بل يقولون أن المغرب العدو، وأن المغرب يشبهونه أحيانا بالكيان الصهيوني. وهذه كلمات ما كتضر ما كتنفع، هي كاين غير المعقول. هذا ما يقوله الإعلام الجزائري وللأسف. وكيرسلوا بعد أشباه الإعلاميين اللي كيبقاو يجي يسبوا ويشتموا كذلك. هناك ذباب إلكتروني جزائري منتشر عند كالنار في الهشيم. هادشي ما لا يزيد أو لا ينقص من المغاربة وكذلك من دفاعهم عن وطنهم الحبيب. أما الإعلام العربي اللي كيهمنا، لله الحمد، الإعلاميين المعروفين أو القنوات المعروفة كانت محايدة مع القضية الأولى للمغرب، قضية الصحراء المغربية. شاهدنا الإعلام العربي بمختلف أشكاله وألوانه، الكل تكلم على أحقية المغرب في صحرائه وأحقية الصحراء في مغربها، وتكلموا عن تلك الشرذمة والمرتزقة بكلام لا يدل على أنها مجرد عصابة. وفي بعض الأحيان من كان محايدا 100% تكلم على أن الصانعة هي الجزائر، وأن الجزائر هي التي تتحكم في خيوط الشرذمة البوليساريو. ولكن هناك بعض الإعلاميين الذين تفادوا المواجهة مع الجزائر فاكتفوا بالصمت. على رأسهم أقول لمعتز مطر: لماذا لم تتكلم في هذا الموضوع وأنت الذي تتكلم دوما بحيادية وتقول أن لك جمهور عريض في المغرب؟ إذن لماذا تلتزم الصمت وأنت تقول أن الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ تحية كبيرة للإعلام التونسي الكبير الذي لا يخاف لومة لائم، صالح الأزرق، الذي تكلم ودافع عن أحقية الصحراء المغربية. تحية كبيرة لك أيها الإعلامي النزيه، وأنت لك جمهور كبير داخل المغرب وخارجه. الإعلاميين في مختلف أنحاء الدول العربية تكلموا عن هذه القضية، قضية الصحراء المغربية، بنزاهة ولله الحمد. الصحافة السودانية، الصحافة كذلك اليمنية، تحية للإخوة السودانيين، تحية للإخوة اليمنيين. أما المرتزقة، الأشباه الصحفيين المأجورين من موريتانيا وكذلك المأجورين من الجزائر، أقول لكم اشربوا ماء البحر، لأن كلامكم لا يهمنا في أي شيء. أقول المغرب والمسؤولين المغاربة، ونحن نعتز بالدبلوماسية المغربية وعلى رأسها وزير الخارجية السيد بوريطة الذي أحييه وأرفع له القبعة، وقل لهم كونوا حازمين مع أعداء الوطن، على رأسهم الجزائر. ولا يقول لي أحدهم نحن إخوة، لأن هذه الكلمات الرنانة الطنانة لم يعد لها مكان أو حيز في هذه الأحيان. اللي بغى يقول لي أننا نحن مسلمون إخوة، يشوف بعداك الجنرالات ديالهم هما اللي كيقلبوا على الفتنة، وهما اللي كيقلبوا على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وبذلك أمن واستقرار
المغرب. اللي غيقول لي اننا نبحث عن الفتنه يمشي يشوف شكون اللي الدوله اللي كتبحث عن الفتنه والجنرالات اللي كيبحثوا عن الفتنه. اللي غيقول لي هذا الكلام اللي مغمضين ليه عينيه يمشي يقلب ويدير مقارنه بين المغرب وبين الجزائر، بين المغربي وبين الجزائري، وما فعل الجنرالات في الجزائر وما فعل المسؤولين المغاربه هنا برئاسة جلالة الملك محمد السادس في 20 سنة الأخيرة، وشوف دير مقارنة وشوف ما لك وما عليك. أين هي شعب أين هي أموال الشعب الجزائري المغلوب على أمره؟ نحن لله الحمد غادين في طريق مزيانة، خطوة خطوة نحو الأفضل بشهادة الجميع. في إفريقيا المغرب هي بوابة إفريقيا، الاستثمارات اللي كاينين في إفريقيا في مختلف المجالات والميادين. إذا أخذنا مثلا البنية التحتية، شوف المغرب أشنو داير في إفريقيا. إذا أخذنا المطارات وأخذنا كذلك الموانئ، المغرب تبني وتبني. البنوك والاتصال كذلك، الاتصالات في الإفريقيا المغرب هو الأول. وكذلك شوفوا الصادرات المغربية، لا في الفلاحة ولا في الحمضيات ولا في الأسماك ولا في مختلف الميادين. شوفوا ديروا مقارنة أيها الجزائري، دير مقارنة بسيطة. حيد ديك الغشاوة على عينيك وحيد داك الصمام اللي في أذنيك، عاد جي تكلم وتكلم وقول أنني أبحث عن الفتنة. أنا لا أبحث عن الفتنة، أنا مغربي مدافع عن قضيتي وعن مغربيتي وعن كذلك عن ملكي وعن مملكتنا المغربية وعن كل ما يمس المغرب بصلة. إذا قلت لي أنني أنقلب على الفتنة، لا أبحث عن الفتنة، بل أنا أبحث عن حقي وأرد تلك الشتائم وتلك السباب التي تأتيني من ذبابكم الإلكتروني ومن جنرالات الجزائر. أنا جند من جنود المغرب الأشراف وكلنا، وهذا يشرفني مع باقي أصحاب القنوات سواء الصغيرة المتوسطة أو الكبيرة. نحن ندافع عن حقنا وندافع بما أوتينا من قوة، سواء من كلمة أو من صوت، من قول، من أي شيء، بسلاح بدون سلاح، ونحن سلاحنا هو الكلمة. إذا نحن أصحاب حق ندافع عليه. عندي واحد الكلمة المسؤولين المغاربة أو الدبلوماسية المغربية، كنبغي نقول لها علاش تتوما ما تمشيوش تدافعوا على القضية ديال القبائل؟ علاش ما ديروش تتوما دعموا القبائل باش تقلب على الاستقلال ديالها، باش يكون الرد بالمثل، واحدة بواحدة والبادي أظلم. أما الذين يتهجمون على المغرب بكلمات فإنها لا تزن وازنة، إذا لا تؤثر وتدخل من هنا كما قلت من هذه الأذن وكتخرج من الأذن الأخرى. وخلوا الخليجيين كيقولك اللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول. كلمتي الأخيرة، نحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الملك الهمام البطل. وهذه الكلمة الشعار ديالنا كتقتل الأعداء كيحملوهاش، هي الله الوطن الملك. وللحاقدين الحاسدين بحر كبير طويل عريض فليشربوا ماءه متى أحسوا بالعطش. السلام عليكم.